هلا والله احبابي في الله، اشتقت لكم هواي. والنهارده صاحبي جايب لك مقطع اسطوري، افضل 15 خطه في اي فوتبول 2023، وخطط نادره جدا جدا يا صاحبي. بس في البدايه ما تنساش تصلي على النبي محمد عليه الصلاه والسلام، وتنزل تخبط زر اللايك وتعمل اشتراك للقناه عشان نوصل لاكبر ممكن. ويلا بينا يا صاحبي نبدا الجمدان. وبقول لي يا صاحبي ايه الخطه بالظبط اللي عجبتك واللي انت ممكن تلعب بيها في التشكيله بتاعتك في الديفيجن 1؟ اكتب لي في التعليقات تحت، ويلا بينا نبدا الجمدان. وطبعا يا صاحبي زي ما انت عارف ان خطة 4-2-4 موجودة في اخر فيديو، بس تابع للنهاية عشان تعرف هي فين بالظبط يا صاحبي. وبعد كده تخش على النادي التالت اللي هو اسمه فيجيتال ساندي بالظبط كده يا صاحبي. هو ده النادي اللي معاه التشكيلة الجامدة جدا جدا اللي جاية لك ديت. وشوف يا صاحبي بعد كده نروح للتشكيلة بتاعتنا الجيم بلين بتاعنا ونعمل له ديفولت. وتشوف يا صاحبي التشكيلة الأسطورية ديت 3-1-4-2. 3-1-4-2 يا صاحبي، تشكيلة جامدة جدا. ويلا بينا يا صاحبي نشوف التشكيلة اللي بعدها ونروح على الدريم تيم يا صاحبي، ونشوف النادي الجديد اللي مع التشكيلة الجبارة ديت في أوروبا طبعا يا صديقي. وبعد كده نروح على النادي الدوري، أيوة ده صاحبي. ونخش نجيب النادي الفريق قصدي، اه يا صاحبي عدى اهو اولمبي ليه لوينس، ايوه هو ده صاحبي اولمبي لوينس. ونرجع يا صاحبي الفريق ده مع تشكيلة جبارة جدا جدا وفيها حماس فعلا. تشكيلة استحواذ يا صاحبي، تشكيلة استحواذ. شوف يعني 4-4-4-2 بمعنى الكلمة، بس دي متعدلة، أو 4-2-4 بس دي متعدلة يا صاحبي. يلا يا صاحبي ونروح كده يا صاحبي لتاني واحدة ساوثن أمريكا، وبعد كده نجيب الأرجنتين لو جيم اللي هي صاحبي بالظبط اللي قبل الأخيرة ديت. وبعد كده صاحبي هنجيب نادي اسمه التا كاربون ار بي، حاجه زي كده، انا مش عارف اسم النادي مظبوط. تمام صاحبي، وبعد كده جبنا النادي ونروح للجيم بلين بتاعنا ونعمل ديفولت للتشكيله بتاعتنا ونشوف اقوى تشكيله في اللعبه. وشوف يا صاحبي 4-1-3-2 من اقوى التشكيلات، تشكيله استحواذيه، تشكيله جباره. يلا بينا يا صاحبي نروح للفيديو اللي بعده، وهنروح على اوروبا طبعا ونجيب السوبر لوجيم اللي هي صاحبي بتاع ثواني كده. اوه هي ده صاحبي تمام. وبعد كده نجيب نادي اسمه ساون اف سي ساون، هو ده صاحبي النادي اللي احنا عليه التشكيلة الجامدة. ونروح يا صاحبي برضو للتشكيلة بتاعتنا ونشوف نعمل ديفولت للتشكيلة عشان خاطر يتثبت عندنا. ودي تشكيلة صاحبي 4-3-1-2 من التشكيلات الجامدة جدا في اللعبة. وهنشوف معانا التشكيلة اللي بعد كده صاحبي، وهي اللي هنخش دلوقتي على دريم تيم. ونروح بعد كده صاحبي للخيار التالت، نخش ثواني كده نخش على الخيار التالت يا صاحبي اللي هو نورث سنترال امريكا. وبعد كده هنخش على امريكا لوجين برضو اللي هي الاولى. وبعد كده صاحبي هنخش على نادي اسمه تورونتو، ايه اهو يا صاحبي تورونتو ولا مش عارف اسمه كده، ار دبليو. المهم يا صديقي النادي ده معاه خطة أسطورة، خطة جبارة، خطة أسطورية جدا. ويلا بينا نعمل ديفولت للخريطة أو للتشكيلة يعني حسب ما تقول. وادي إسلام هشام ماشي. يلا صاحبي ونشوف دلوقتي الخريطة التشكيلة صاحبي 4-3-3، بس دي متعدلة برضو، عندك 3 سي ام اف واتنين جناح وواحد هجوم. 3 سي ام اف يا صاحبي مهمتهم جامدة جدا جدا في نص الملعب، بيأدوا أداء أسطوري جدا. وانا بقول برضو اسبي التشكيله ده عندي هتنفعني في يوم من الايام. ونسمي التشكيله عندنا صاحبي جمدان اي حاجه كده ويلا بينا صاحبي نروح للفيديو للمقطع الاسطوري ونكمل التشكيله الاسطوريه اللي معانا. ونروح على دريم تيم برضو صاحبي. وبعد كده نخش على سورس امريكا ونجيب سيريو بي اللي هي التالتة. وبعد كده صاحبي نجيب نادي اسمه سلفادور ار بي او في بي، ايوه هي صح ده صح. وبعد كده نرجع للخطة الجامدة بتاعتنا للجيم بلين ونعمل له ديفولت. ونشوف دلوقتي يا صاحبي ديفولت هيبقى عامل ازاي بالتشكيلة الأسطورية ديت 4-1-4-1. بس يا صاحبي تشكيلة معدلة عن اللي كانت موجودة في التحديث اللي قبل كده، ودي التحديث الجديد بالتشكيلة الجديدة للنادي سلفادور. ويلا بينا يا صاحبي نروح للتشكيلة اللي بعد كده، ودي التشكيلة الخامسة. ونبدأ يا صاحبي نبدأ على أوروبا، وبعد كده سيري بيكتي، ايوه ده صاحبي الدوري ده. وبعد كده صاحبي هنلاقي لاعب نادي اسمه رينجنير 19-14، انا عارفه من كده يعني، اللي هو اخر واحد يا صاحبي في الدوري ده. وبعد كده صاحبي نرجع للخطة بتاعتنا ونشوف الديفولت.
المهم يا صاحبي انا خليك انت تكمل الفيديو عشان خاطر انا مش قادر اتكلم اصلا، وهحط لك الموسيقى وانت شوف الفيديو مع نفسك. والمهم يا صاحبي خطة 4-2-4 موجودة في اخر الفيديو. بس لو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي محمد وتنزل تعمل شير للقناة ولايك عشان نوصل لأكبر ممكن. وتكمل على خير يا صديقي، والسلام عليكم.